صور لأعضاء النطق. نعيد الكلام الآن بشيء من التفصيل على أقسام الحلق. الحلق كما أسلفت منذ قليل يا إخوة هو المنطقة الزرقاء التي نراها على اللوحة، وهذه صورة أوضح وقد قربنا الصورة قليلا. فنجد في الحلق منطقة عند الأوتار الصوتية، خلق الله عز وجل في أفواهنا في أقصى الحنجرة أو في أقصى الحلق وتران صوتيان كما نرى في اللوحة، هما الوتران اللذان يشار إليهما بسهمين بهما تحدث الأصوات، بهذين الوترين. إذا منطقة الأوتار الصوتية يسميها العلماء أقصى الحلق. أقصى يعني أبعد شيء عن الشفتين. الذي نراه الآن هو وسط الحلق، وهو منطقة لسان المزمار. هذا الذي يشير السهم إليه لسان المزمار، الذي بفضل الله عز وجل ثم بفضله لا نختنق عندما نأكل ونشرب. فهذا لسان المزمار عندما نأكل ونشرب يغطي الفتحة الهوائية حتى لا يدخل الأكل والشرب إلى القصبة الهوائية، فلله الحمد والمنة وسبحان من أبدعه. هذه المنطقة لها وظيفة تصويتية ويسميها العلماء منطقة وسط الحلق. جذر اللسان كما نرى على اللوحة، جذر اللسان يعني البدايات الأولى للسان، وهي يعني تتسامت لها سمتها مع منطقة الحنك اللحمي الذي نراه خلف اللسان بلونه الأحمر الوردي، وهذه المنطقة يسميها العلماء أدنى الحلق. أدنى يعني أقرب منطقة من الحلق إلى الشفتين. هذه هي أقسام الحلق. الآن نتكلم كما نرى على اللوحة على الحنك الأعلى. الحنك الأعلى، هاتان اللتان أمامنا أيها الإخوة صورتان. الأولى منهما صورة لوجه إنسان من منظر جانبي، والثانية صورة من أسفل إلى أعلى فم إنسان، إلى قبة الحنك أو القسم العلوي من فم إنسان كما نرى. فنرى هذا السهمان يشيران إلى منطقة اللثة. اللثة في العامية يقول الناس اللثة، هي اللثة بكسر اللام وفتح الثاء مخففة. هذه المنطقة منطقة اللثة لها عمل تصويتي، ويعني يكون اللسان فيها، سنأتي بالكلام عليها إن شاء الله. هذه منطقة اللثة اللحم المجاور للأسنان كما نرى. المنطقة الثانية يسميه العلماء مقدم الحنك، ويشير السهم إليه سواء في المنظر الجانبي أو المنظر العلوي للحنك البشري. المنطقة الثالثة كما نرى الحنك العظمي، أو يسميه العلماء الحنك الصلب. هذه المنطقة التي يشير السهم إليها. الحنك اللحمي أو يسمى الحنك الرخو، وسيأتي الكلام عليه عند الكلام على القاف إن شاء الله. منطقة اللهات، هذه اللهات التي نراها والتي لو فتحنا أفواهنا أمام المرآة لرأينا قطعة لحم تتدلى من أفواهنا، هي لحمة اللهات التي نراها ويشير السهم إليها. إذن هذه أقسام الحنك الأعلى، يعني أظهرتها جميعا هذه اللوحة التعليمية. نأتي الآن إلى اللسان وأقسامه. هذا الذي نراه أمامنا هو اللسان بكل أجزائه، فنقسمه إلى مناطق حتى يسهل علينا ذكر أجزائه. فهذه المنطقة اسمها جذر اللسان. جذر اللسان يعني المنطقة التي تسامت اللهات، تكون متسامتة مع اللهات، جذر اللسان. هذه المنطقة اسمها أقصى اللسان، وأقصى قلنا معناها أبعد، يعني أبعد منطقة من اللسان عن الشفتين أو عن ظاهر الشفتين. وسط اللسان هو المنطقة التي يشير إليها هذا السهم، وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل وما هي الحروف التي تخرج منها. طرف اللسان هو المنطقة الأمامية من اللسان كما نرى على هذه اللوحة، وبقي علينا كما نرى الآن رأس اللسان،
وهي مستدق اللسان ومنتهى طرفه. إذن منتهى طرف اللسان اسمه رأس اللسان. هذه أقسام اللسان التي سنستعملها عند الكلام على مخارج الحروف، فأرجو أن نكون على دراية بها وتصور لأماكنها. الآن نتكلم على حافتي اللسان. للسان كما نرى حافتان، انظروا، هذه هي حافة اللسان اليمنى، وهذه التي تظهر الآن هي حافة اللسان اليسرى. إذن للسان حافتان، يمنى هذا مبدأها وهذا منتهاها، منتهاها طرف اللسان أقصى الطرف، كذلك الحافة اليسرى. ننظر إلى اللوحة التالية. إذن هذه المنطقة تشير إلى أقصى الحافة، وهذه تشير إلى أدنى الحافة، وهذه تشير إلى منتهى الحافة. هذه هي مناطق أقسام حافتي اللسان. ننتقل الآن إلى الأسنان التي خلقها الله عز وجل في أفواهنا، والتي لها دور أساس في التصويت وفي نطق الحروف. فنرى بأن الأسنان كما نرى بين قوسين 32، خلق الله عز وجل في الفم الإنساني 32 سنا وضرسا، 16 في الأعلى و16 في الأسفل. التي لونت باللون الأخضر والتي نراها في مقدم الأفواه هي الثنايا، ثنايا الإنسان، وعددها 4، سنان من فوق وسنان من تحت كما نرى، ومفردها ثنية. إذن ثنية جمعها ثنايا، وعددها 4 في الفم الإنساني. التي ظهرت الآن باللون الأحمر هي الرباعيات، الرباعيات بفتح الراء وتخفيف الياء، الرباعيات وليس الرباعيات. إذن لونها أحمر وعددها 4 تماما كالثنايا. التي نراها الآن باللون الأزرق هي الأنياب، وعددها 4 وتأتي بعد الرباعيات. الضواحك وهي أول الأضراس، أول الأضراس اسمها الضواحك، وعددها أيضا 4، 2 فوق و2 تحت. وسماها العلماء الضواحك لأنها تظهر عند الضحك. الطواحن أو الطواحين 6 من فوق و6 من تحت، 3 على اليمين و3 على اليسار. أطباء الأسنان والذين يدرسون في كليات طب الأسنان في هذا العصر يدمجون الضواحك مع الطواحن، فيقولون بأن عددها 4 فوق 4 من كل طرف، يعني 8 فوق و8 تحت. بقي علينا من الأضراس ما نراه الآن باللون البرتقالي تقريبا، وهي النواجذ. النواجذ وعددها 4، والتي يسميها العوام، يسميها عامة الناس أضراس العقل، لأن بروزها وظهورها يتزامن عادة مع سن 18 عندما يكمل عقل الإنسان، الكمال الأول والكمال الكامل في 40 كما يقولون.